واحد الليله في 1995 واحد السيد كان سايق الطوموبيل ديالو في الحومه فين كيسكن. شويه شاف واحد الطوموبيل واقفه قدام الدار ديال واحد من الجيران ديالو. غير شافها جاتو غريبه حيت عارف ان داك جارو ما كيجي عنده حتى شي واحد للدار ديالو، لا عائله ولا اصدقاء. صافي كمل طريقه وما دا ما جاب، قال يمكن تعرف على شي واحد جديد وهو اللي جا لعندو. لا غد ليه الناس ديال الحومه تصدموا بالخبر ديال واحد الكارثه كبيره وقعت في الدار اللي كانت واقفه قدام هذيك الطوموبيل. وابتداء من داك الوقت فين ما كانت هذيك الطوموبيل كتوقع شي كارثه كبيره. السلام عليكم، سميتي سكينه ومرحبا بكم في قناه سوكي ستوريز. الناس جداد اللي اول مره كيجيو لهاد القناه، الا كنتم من عشاق القصص الواقعيه فهاد القناه دارت ليكم. كنحط 3 ديال القصص طوال في السيمانه، كل اثنين وخميس وسبت. الا كان هادشي كيهمكم ما تنساوش تشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس باش ديما يوصلكم الجديد، وكتشجيع منكم ما تنساو لي زر الاعجاب. ودابا الا كنتم مستعدين يلا نبداو. القضيه ديال اليوم غادي تبدا في سبتمبر ديال عام 1995 في واحد الجزيره في اليوكي سميتها انجلوسي. تما كان كيعيش واحد السيد سميتو هنري روبرتس وفي عمره 56 عام. هاد السيد كان متقاعد وكان عايش بوحدو. من قبل كان عايش مع امه، ولكن فاش كانت في عمره 50 عام توفات، وكانت هي اخر شخص بقى ليه من العائله وصافي بقى بوحدو. هنري ما عندوش الخوت، كان غير هو عند باه امه، وما عمر فكر يتزوج او لا يدير وليدات. من بعد ما شد التقاعد ولا جالس غير في الدار بوحدو وبقوه الوحده، ولا ماشي هو هذاك في عقله، ما كانش كيهتم بالمظهر ديالو وحتى بالدار، كلشي كان مرون ومشت تما. وهذا الشيء خلى الناس يبعدوا عليه. كان كيبغي يتعرف على ناس اللي يمشي لعندهم للدار ويجيو لعندو، ولكن حتى شي واحد ما كان كيبغي يدير معاه صداقه. واخا كان كيتلاقى بالناس وكيهضروا وكيضحكوا، في الاخر كل واحد صافي كيمشي بحاله وما كيعاودوش يتلاقاو. هنري من مور الموت ديال مو اللي كانت هي كلشي بالنسبه ليه بدا كيشرب. كان يوميا كل ليله كيمشي لواحد البار كاين غير حداه تما يشرب وكيرجع بحاله. بقوه ما كان كيمشي بزاف لتما وما كيفلت حتى شي نهار بلا ما يمشي. الناس ديال داك البار حفظوه وكانوا ديما كيخليو ليه طبله خاويه على حسابه. ولكن واحد النهار في الاخر ديال شهر شو تنبير، والاول مره في 5 سنين هنري ما مشاش للبار. الناس اللي خدامين تما جاتهم غريبه، علاش ما جاش؟ هما كانوا عارفينه كبير شويه في العمر وعايش بوحدو وماشي حتى ليه في عقله. قالوا ياك ما طاح على راسو فقد الوعي وبقى تما بوحدو. فسالوا خدمتهم في ديك الليله، قرروا 3 منهم يمشيو لدارو يطلعوا عليه يشوفوا شنو واقع وعلاش ما جاش. فاش وصلوا لقاو الباب اللي لاصق مع السياج اللي داير على الدار محلول. دفعوه ودخلوا لداخل الجرده ديال الدار، وهما كيتمشاو جهه الدار كانوا كيعيطوا بسميتو والو ما كانش كيجاوب. وفاش وصلوا للباب ديال الدار تما كانت الصدمه، لقاو هنري مليوح في الارض كله دمايات وكانت كتبان فيه ميت. مباشره من بعد ما شافوا هذا المنظر عيطوا على البوليس اللي ما دازت حتى 5 دقائق ووصلوا لتما. فاش وصلوا المحققين وغير من الشوفه عرفوا ان هنري ما ماتش متعاديه، وانما مات مقتول، شي واحد قتلو. التشريح لقاو فيه 47 طعنه بالموس. والمصيبه ان هاد الطعنات ما كانوش في بلايص حساسه في الجسم ديالو. نورمالمون شي واحد الا بغى يقتل شي شخص اخر بالموس غيضربو نيشان لصدرو، يعني فين كاين القلب وفين كاين الاعضاء ديالو اولا العنقو. في الحاله ديال هنري الطعنات اللي كانوا عنده في الجسم ديالو ما كانوش في هاد البلايص، كانوا في يديه، في رجليه، في وجهه، في المؤخره ديالو، حتى في المخرج ديالو. هادشي كيعني ان اللي دار الجريمه كان باغي يعذبو مزيان، كان باغي يتألم لدرجه كبيره عاد في الاخر يموت. البوليس في الاخر فاش شافوا هادشي قالوا يمكن المجرم قتل السيد بهذه الطريقه بسبب شي رغبه جنسيه عنده مريضه، حيت كيف ما قلت لكم لقاو هنري مطعون بالموس في المخرج ديالو. ولكن هذه كتبقى غير فرضيه ما متاكدينش منها، على داكشي ما قالوهاش للصحافه باش الناس ما يتخلعوش. هي نورمالمون جريمه قتل بحال هذه بهذه الطريقه بوحدها كتخلع، ولكن الا كان هذا المجرم قتل هنري بسبب شي مشكل كان بيناتهم او لا بسبب شي حساب، صافي راه قتلو وما غاديش يعاود يقتل. ولكن الا كان قتلو بسبب الرغبه الجنسيه المريضه اللي عنده فراه غادي يعاود يقتل، حيت الرغبه الجنسيه كتمشي وكتعاود ترجع. فالبوليس الا قالوا للناس ان هذه الجريمه من موراها رغبه جنسيه غادي يتخلعوا بزاف وما غاديش يبقاو كيقدروا يخرجوا ويدخلوا كيف ما بغاو. المحققين فاش بداو كيحققوا في هذه القضيه ما لقاو والو. مسرح الجريمه ما كان فيه حتى شي دليل، لا بصمات لا DNA لا والو. وحتى فاش قلبوا في الخلفيه ديال هنري واش عنده شي اعداء ما لقاو حتى شي واحد. السيد كان داخل سوق راسو من الدار للبار ومن البار للدار، ما كيعرف حد. في الاخر فاش وصلوا لطريق مسدود
الحدود قرروا انهم ينشروا هذه القضيه في التلفازه ويطلبوا من الناس الا كانوا شافوا شي حاجه في ديك الليله فين تقتل او لا عارفين شي معلومه يجيو يقولوها ليهم. من بعد هذا الشيء بزاف ديال الناس اتصلوا، ولكن حتى شي واحد فيهم ما عطى شي معلومه مفيده الا واحد قال لهم بلي في ديك الليله كان تعطل في الخدمه، وفاش رجع كان سايق الطوموبيل ديالو وشويه شاف جهه الدار ديال هنري شي طوموبيل واقفه. قال لهم جاتني غريبه حيت كلنا عارفين ان داك السيد ما عندوش طوموبيل، ما عمر ساق وما كيجي لعندو حد، ولكن في الاخر صافي ما ديت ما جبت، قلت يمكن شي حد تعرف عليه وصافي. البوليس خداو من عنده المواصفات ديال ديك الطوموبيل، ولكن للاسف ما كانش سجل الماتريكول ديالها، حيت كيف ما قلت لكم ما نواش ان مول داك الطوموبيل شي انسان اللي خايب واللي غادي يأذي هنري. بداو البوليس كيقلبوا في الناس اللي كيعرفوا هنري وفي دوك الجيران ياك ماشي واحد فيهم عنده شي طوموبيل فيها هاد المواصفات، ولكن المجهودات ديالهم مشات غير هكاك حيت ما لقاو حتى شي واحد. دازت شهرين وهما مازالين كيحققوا في القضيه ديال هنري، وعاود تاني وقعت جريمه قتل وحده اخرى. ديك الجريمه كانت بنفس البشاعه ديال جريمه القتل د هنري. واحد السيد سميتو كيث راندلز في عمره 49 عام، الخدمه ديالو طاشرون وكان ساكن حتى هو بوحدو في نفس المدينه فين ساكن هنري. هاد السيد ما كانش عنده دار، كان ساكن في كارافان، وداك الكارافان كان حاطو في واحد المنطقه فيها الاشغال ديال البني. كيث كان في استطاعته يشري دار، ولكن بحكم الخدمه ديالو خدا غير كارافان، وفين ما كانت عنده الخدمه كينتقل بديك الكارافان للبلاصه ديال الخدمه، كان كيجلس تما حتى كيسالي وعاود كيمشي لبلاصه اخرى. في الصباح ديال 16 نوفمبر 1995 البنايه وصلوا لديك البلاصه فين كاينين الاشغال باش يبداو خدمتهم بحال ديما، ولكن مع وصلوا تفاجئوا بالجثه ديال كيت مليوحه تما حدا داك الكارافان ديالو وكان كله دمايات. فاش عيطوا على البوليس وجاو بحال في الحاله ديال هنري دغيا عرفوا ان الموت ديال هذا السيد ماشي عادي، وانما شي واحد قتلوه بطريقه خايبه. في التشريح لقاو كله طعنات في الجسم ديالو وفي نفس البلايص فين تضرب هنري، يعني كيت تعذب مزيان قبل ما يموت. في مسرح الجريمه ما لقاو حتى شي دليل اللي يقدر يوصلهم للمجرم. اللي لقاو هو ان كيث تقاتل مع المجرم باش يعتق راسو ولكن ما قدرش. لقاو الدم ديال كيث بادي من الباب ديال الكارافان، يعني في الغالب المجرم دق عليه في الباب ديالو وغير حل هجم عليه، وتما غيكونوا بداو كيدابزوا وفي الاخر للاسف المجرم هو اللي غلب. فاش المحققين ما لقاو حتى شي دليل في مسرح الجريمه بداو عاوتاني كيستجوبوا العائله والاصدقاء ديالو ياك ما يكون شي واحد فيهم هو المجرم. في الاخر لقاو راسهم انهم غير ضيعوا الوقت، دوك الناس كاملين كانوا في شغالاتهم في ديك الليله وعندهم الشهود. واصلا كيث كان راجل مزيان وكلشي كان كيبغيه، كان مشارك بزاف ديال الاعمال الخيريه وكان معروف في ديك المنطقه. اللي كان محتاج المساعده كان كيقصدو، يعني ما كاينش شي حد اللي غيبغي يقتلو او اللي غيبغي يأذيه بشي شكل من الاشكال. وحتى الا كان شي واحد بغى يدير هادشي على ود الفلوس كيث ما كانش لاباس عليه. في الاخر واخر وحدين استجوبوهم هما البنايه اللي كانوا خدامين معاه تما، وحتى هما ما كانوش كاع قراب من ديك المنطقه، غير سالاو خدمتهم كل واحد فيهم مشى لدارو. سولوهم واش شافوا شي حاجه غريبه قبل ما يمشيو، واش شافوا شي حد كيدور تما ولا شي حاجه بحال هكا. كلهم قالوا انهم ما شافوا حتى شي واحد الا واحد البناي فيهم. قال انه في العشيه فاش كلشي مشى بحالو بقى هو معطل واحد شويه باش يسالي شي خدمه كانت عنده، وقال انه فاش صافي سالا ومشى جهه الطوموبيل ديالو باش يركب ويمشي بحالو شاف من البعيد واحد الطوموبيل واقفه، واخا كانت بعيده بان ليه ان مولاها كان جالس فيها لداخل. قال لهم البلاصه ديال البنين اللي خدامين فيها كانت معزوله وما كيجيوش ليها بزاف ديال الناس، قليل فين كنشوفوا شي واحد غريب كيدور تما. على داكشي فاش شفت داك السيد قلت شنو كيدير هذا هنايا في هذا الوقت، ولكن في الاخر وحتى هو ما جاب ركب في الطوموبيل ديالو وكمل طريقه. فاش طلبوا منه البوليس يوصف ديك الطوموبيل اعطى نفس المواصفات اللي عطى داك السيد اللي شاف الطوموبيل واقفه قدام الدار ديال هنري. هادشي كيعني ان نفس الطوموبيل اللي كانت حدا الدار ديال هنري هي هذه اللي كانت قريبه لهاد البلاصه فين كيبنيو. هنا البوليس بداو كيشكوا ان شي قاتل متسلسل هو اللي كيدير هاد الشيء. قتل هنري هو الاول ودابا قتل كيث، ودابا غادي يخصهم بالزربه يشدوا هذا الشخص او لا مازال غادي يقتل بزاف د الناس اخرين ابرياء. من بعد هذه الجريمه الثانيه تزادوا عدد المحققين للقضيه وبداو كيخدموا بالليل وبالنهار باش يتشدموا للفعله. ما خلاو حتى شي واحد ما استجوبوه، ما خلاو حتى كاميرا ما شافوا التسجيل ديالها، وبلا حتى شي فايده ما قدروا يوصلوا لوالو. وما داش بزاف عاود ثاني جريمه اخرى وقعات، الجريمه الثالثه.
واحد السيد سميتو انطوني ديفز في عمره 35 عام، كان ساكن بعيد شويه على فين كانوا ساكنين هنري وكيت، بعيد بشي 50 كيلومتر. هاد السيد ما كانش عايش بوحدو، وانما كان مزوج وعنده 2 وليدات، وكانوا عايشين كاملين كأسرة سعيده. في 19 ديسمبر 1995 انطوني ومراته مشاو للدار ديال خالت انطوني باش يزوروها وباش يديوها للمقبره تشوف القبر ديال راجلها. فعلا مشاو هزوها ومشاو للمقبره، وفاش كانوا راجعين خالت انطوني تعكلات وطاحت على شي حجره وتهرسات من رجليها اليمينيه. في البلاصه داوها للسبيطار. انطوني جلس معاها تما النهار كله حتى سالوا ليها العلاج، وعاد رجعها للدار ديالها. ومراته كانت خلاتو تما النيت في السبيطار ومشات حيت الاولاد غادي يخرجوا من المدرسه. مع ديك الخمسة د العشيه انطوني رجع لدارو باش يجلس شويه مع وليداتو، وعاوتاني مع 9 د الليل ناضي يمشي يشوف خالته كي بقات واش خاصها شي حاجه. في ديك الوقيته يعني مع 9 مراته حطات وليداتها باش ينعسوا، وهي جلست كتفرج في التلفازه على ما يرجع راجلها. ولكن السوايع كيدوزو والو ما بانش. قالت يمكن راه تعطل عند خالته حيت بغى يزيد يجلس عندها حيت مسكينه معطوبه وما عندها حد. ولكن فاش وصلت الوحده ديال الليل قالت ما يمكنش. قالت حتى الا كان باغي يجلس مع خالته اكثر كان غادي يصوني من الفيكس ديال الدار ديالها وغادي يعلمني. بقات فايقه بحال هكا كتسنى حتى وصلت ديك 4 الصباح والو ما جاش. ديك الساعه بدات كتصوني على هاد خالته وعلى صحابه وعلى الناس ديال العائله باش تسولهم عليه. وحيت ديك الساعه كانت 4 ديال الصباح وكلشي ناعس، فحتى شي واحد ما جاوبها الا خوه. غير جاوبها قالت ليه راه ما عرفتش خوك فين مشى. قالت ليه البارح قال لي غادي نمشي عند خالتي غير ساعه المكانه ونرجع، ودابا 4 الصباح ومازال ما جاش. خوه ناض في البلاصه، ركب في الطوموبيل ديالو ومشى لعندها هزها، وبجوج بيهم بداو كيقلبوا عليه في المدينه. اول بلاصه مشاو ليها هي الدار ديال خالته، ولكن المفاجاه قالت لهم انه ما جاش عندي كاع البارح مع 9. رجعوا من تما كيقلبوا في الطريق في البلايص فين كيكون والو. السيد غبر ليه الاثار. ديك الساعه باش بلا ما يزيدوا يضيعوا الوقت اكثر مشاو نيشان لعند البوليس باش يعلموا بالاختفاء ديالو. 3 ديال الطوموبيلات ديال البوليس خرجوا كيقلبوا عليه في المدينه، كل واحد فيهم مشى في قنت، وواحد البوليسي مشى جهه البحر. وتما في الباركينغ ديال داك البحر لقى واحد الطوموبيل بوحدها اللي واقفه. حنا كنهضروا على 5 ديال الصباح، حتى شي واحد ما غادي يكون كيدور تما حدا البحر. فديال من داك الطوموبيل وشكون هو هاد السيد اللي كيدور تما. فاش قرب ليها البوليسي لقى ان داك الطوموبيل فيها نفس المواصفات اللي وصفات مرات انطوني، يعني في الغالب الطوموبيل ديالو. ديك الساعه بدا كيقلب عليه تما في ديك المنطقه، قال يمكن دابز هو ومرته وجا لهنا باش يشم شويه ديال الهواء وغيكون داه النعاس في شي قنت. عيا كيقلب عليه والو ما لقاهش. في الاخر طلع في السور ديال البحر. راكم عارفين دوك الاسوار اللي كيديروهم حدا البحر باش كيضربوا فيهم المواج، المهم هادوك. طلع في داك السور باش يشوف من البعيد الى بان ليه، وتما جهه البحر لتحت شاف بحال شي رزمه ديال الحوايج مليوحه حدا البحر. في البلاصه هبط من داك السور ومشى نيشان جهه ديك الرزمه. وفاش كان غادي علم بعدا البوليس الاخرين وقال لهم بلي لقى الطوموبيل ديال انطوني، وطلب منهم باش يجيو كاملين يقلبوا عليه في ديك المنطقه. فاش وصل جهه ديك الرزمه ديال الحوايج لقى انهم ماشي حوايج وانما كان بنادم، وكان باينه فيه ميت. الراس ديالو كان جهه البحر والمواج كانوا غاديين جايين وهو ما كيتحركش. ديك الساعه وصلوا البوليس وجاو معاهم حتى خو انطوني ومراته، وغير شافوا الجثه للاسف اكدوا انها ديال انطوني. في الاول البوليس قالوا ياك ما انطوني جا حدا البحر يشم شويه ديال الهواء وزلق وطاح في الماء مات، وغيكونوا المواج هما اللي لاحوه للشط. ولكن فاش جروا الجثه ديالو وشافوا فيها مزيان لقاوها كلها طعنات بالموس، وتما عرفوا ان الجريمه جريمه قتل. ومن الطريقه باش تقتل ومن البلايص فين كان مطعون في الجسم ديالو عرفوا ان نفس الشخص اللي قتل هنري وكيث هو النيت اللي قتلو. من بعد هاد الجريمه صافي البوليس ما بقاوش باغيين يزيدوا يخبيو ان كاين قاتل متسلسل كيستهدف الرجال، واخر راجل قتلو كان حدا البحر. فاش تنشر هذا الخبر ديال ان جريمه قتل طرات حدا البحر الفلان الفلاني حيت قالوا السميه ديالو، بزاف ديال الناس جاو لعند البوليس كيتشكاو من واحد الحاجه وحده اخرى غريبه في نفس البلاصه فين تقتل انطوني. وغي سمعوا البوليس هاد الشيء شكوا ياك ما هاد الشيء اللي كان كيطرى لهاد الناس في ديك البلاصه عنده علاقه بالمقتل ديال انطوني. حدا البحر وبالضبط حدا ديك البلاصه فين تلقات الجثه ديال انطوني كاينين تما الطواليطات ديال الرجال، وبزاف ديال الرجال جاو تشكاو للبوليس باللي تعرضوا لهجوم في دوك الطواليطات من طرف واحد الراجل طويل ولابس كله كحل من راسو حتى لرجليه، وحتى وجهه كان داير عليه ماسك كحل. قالوا انه كيجي غير هكا كيهجم عليهم تما لداخل في دوك الطواليطات وكيبدا كيضرب فيهم بوحشيه، ما كان كيعطيهم حتى فرصه يدافعوا على راسهم. وفاش كيضرب مزيان وكيسالي كيهرب. الغريب ان هاد الرجال كاملين اللي جاو تشكاو للبوليس
قالوا نفس المواصفات ديال الراجل اللي كان كيهجم عليهم، طويل ولابس كله الكحل من راسو حتى لرجليه. من قبل هاد الرجال فاش تعرضوا للهجوم كانوا شكاو للبوليس، في كل مره شي واحد تضرب في دوك الطواليطات كان كيمشي كيشكي للبوليس، ولكن المحققين ما عمر ما شكوا ان نفس الشخص اللي كيهجم على هذا هو اللي كيهجم على هذا على الاخر. دابا ومن مور ما تنشر الخبر المقتل د انطوني حتى البحر وفاش جاو هاد الرجال كاملين كيتشكاو من شي واحد لابس الكحل، عرفوا ديك الساعه ان نفس الشخص اللي كيهجم عليهم كاملين، وشكوا ياك ما داك الشخص هو النيت اللي هجم على انطوني وقتلو. فاش بداو المحققين كيحققوا مزيان في هذه القضيه ديال هاد الطواليطات، لقاو ان اغلبيه ديال الرجال اللي كيمشيو لدوك الطواليطات شواذ، وحيت في الاول ديال التسعينات كانت المثليه من الطابوهات في المجتمع في اليوكي والناس ما كيتقبلوهاش وكتجيهم ماشي عادي. ففاش كيبغيو جوج ديال الرجال يتلاقاو كانوا كيتلاقاو في دوك الطواليطات اللي حدا البحر. عاودوا عيطوا على كاع هاد الناس اللي تشكاو من شي واحد لابس الكحل هجم عليهم في دوك الطواليطات وسولوهم واش نتوما شواذ، واش نتوما جايز، قالوا هنا البوليس شكوا ياك ما هاد السيد اللي لابس كلشي كحل كيهجم غير على المثليين، وشكوا ياك ما هو النيت اللي قتل هنري كيث وحتى انطوني. ولكن الا كان كيهجم غير على المثليين اشنو دخل هاد الثلاثه في هاد الشيء؟ يعني اشنو دخل هنري وكيث وانطوني في هاد الشيء حيت هما ما كيبانوش مثليين؟ بداو عاوتاني البوليس كيبحثوا مزيان في الخلفيه ديال هاد الضحايا بالثلاثه اللي ماتوا. في الاخر لقاو ان هنري الضحيه الاول كان فعلا مثلي، لقاو عنده في دارو شي مجلات وشي تخربيقات ديال المثليين. بالنسبه للضحيه رقم 2 واللي هو الطشرون كيث ما كانوش متاكدين واش مثلي او لا، ولكن بزاف ديال الناس اللي كيعرفوه شهدوا انه كان مثلي حتى هو. وبالنسبه لانطوني الضحيه الثالث اللي كان مزوج وعنده 2 ولاد فما معروفش واش كان مثلي او لا. شكو ياك ما واخا كان مزوج كانت عنده حياه اخرى، على داكشي مشى حدا البحر في ديك الليله حيت في الغالب كان غيتلاقى مع شي راجل في دوك الطواليطات. هذه كتبقى غير فرضيه وحتى شي واحد ما متاكد منها، حتى شي واحد ما كان عارف علاش انطوني مشى للبحر في ديك الليله من غيره وهو مات. دابا فاش البوليس ولاو شاكين ان هذا الراجل اللي كيلبس كلشي كحل هو اللي كيهجم على هاد الناس، هذه متاكدين منها عارفين حيت دوك الناس قالوا ان اللي كيهجم عليهم لابس كلشي كحل، ولاو شاكين انه هو النيت اللي قتل هاد الثلاثه ديال الضحايا. يعني دابا غيخصهم دغيا يلقاوه في اقرب وقت حيت هاد السيد شكون ما كان خطير بزاف على المجتمع. وباش يلقاوه طاحت عليهم واحد الفكره اللي ذكيه بزاف واللي وصلتهم ليه بسهوله. كيف ما قلت لكم المثليه في التسعينات في اليوكي كانت ماشي عاديه والناس ما كيتقبلوهاش، وبزاف من المثليين كيفضلوا انهم يخبيو هذا الشيء وما يوريوش للمجتمع. البوليس قالوا ان في الغالب الناس اللي تعرضوا للهجوم في دوك الطواليطات ماشي غير هادو اللي شكاو، ضروري ما غادي يكونوا ناس اخرين، ولكن ما غاديش يكونوا شكاو باش حتى شي واحد ما غيعرف انهم مثليين، باش يبينوا دوك الناس اللي ما شكاوش ويخليوهم حتى هما يهضروا على حقهم ياك ما يعطيو شي معلومه اللي تفيد البوليس. داروا واحد الاعلان في التلفازه، في داك الاعلان طلبوا من اي واحد تعرض للهجوم في دوك الطواليطات يعيط في واحد النمره ديال البوليس، ووعدوهم ان الهويه ديالهم غادي تبقى مستوره وحتى شي واحد ما غادي يعرف شكون هما. وفعلا وفي داك النهار نيت ديال الاعلان بزاف ديال الرجال عيطوا على البوليس وعاودوا داكشي اللي طرا ليهم في دوك الطواليطات، قالوا ان شي واحد لابس كلشي كحل هجم عليهم تما، ولكن ما قدروش يشوفوه وما قدروا يعرفوا عليه حتى شي حاجه الا واحد فيهم. هاد الشخص غادي نسميه ديفيد حيت الهويه ديالو ما معروفاش. ديفيد قال لهم بلي واحد النهار في العشيه كان حدا البحر وشويه جا عنده واحد الراجل اللي كان لابس كلشي كحل ولكن ما كانش مغطي وجهه. داك الراجل بدا كيهضر معاه وكيتغزل به وفي الاخر قال ليه واش تمشي معايا للدار. ديفيد كان جاي ووافق باش يمشي معاه للدار، ولكن غير وصلوا وسدوا الباب داك السيد هجم عليه وبدا كيضربو بوحشيه. ديفيد وبشي طريقه قدر يهرب منه، ولكن ما عمر ما قال هاد الشيء شي واحد اولا البوليس حيت ما بغاش العائله ديالو يعرفوه انه مثلي، فصافي كمدها القلب وسكت. البوليس خداو من عنده المواصفات ديال الوجه ديال هاد السيد وحتى البلاصه فين كاينه الدار ديالو. مباشره نضو مشاو لديك البلاصه اللي نعت ليهم ولقاو تما واحد الدار كبيره باينه ديال شي حد اللي لاباس عليه، وقدام الدار كانت واقفه واحد الطوموبيل نفس داك الطوموبيل اللي شافها الجار ديال هنري واقفه قدام الدار ديال هنري، ونفس الطوموبيل اللي شافها البناي واقفه جهه البلاصه فين كانوا كيبنيو. ديك الدار كانت ديال واحد السيد رجل اعمال لاباس عليه سميتو بيتر مور.
بيتر كانوا فيه كاع المواصفات اللي وصفوا الضحايا ديالو، كان طويل وبيض وكان ديما كيلبس الكحل حتى في حياته العاديه. الغريب انه كان معروف راجل مزيان وظريف، والناس كاملين ديال ديك الجزيره كيعرفوا على انه داك الشخص اللي كيعاون المحتاجين وما كيردش بنادم الا جا لعنده. وحتى الاطفال كانوا كيحماقوا عليه، كان مره كيشري الحلويات وكيبدا كيفرق على الاطفال الجيران وفي الطريق الى اخره. السؤال دابا هو علاش هاد السيد داير بحال هكا؟ بالنهار ظريف وبالليل وحش كيقتل الناس. البوليس فاش عرفوا هذا الشيء وقبل ما يشدوه مشاو بعدا كيقلبوا في الخلفيه ديالو، يعني شكون هو هذا السيد. تزاد بيتر في 14 سبتمبر 1946. والديه كانوا لاباس عليهم وكان هو الولد الوحيد اللي عندهم. فاش كانت عنده 10 سنين رحلوا لديك الجزيره اللي سميتها انغلوسي وشراو تما دار كبيره بزاف، وحده من اكبر الديور في ديك المنطقه. بيتر حيت والديه كانوا لاباس عليهم فكان كيصحابط ليه راسو احسن من الناس الاخرين. ما عمر ما كانت عنده ديك الفكره ديال يدير صداقات مع الناس الفقراء، كان كيقول انهم ماشي من المستوى ديالو، وبسبب هادشي كبر وهو ما عندوش اصدقاء وقليل بزاف فين كيكون عنده شي صديق. فاش كانت عنده 11 عام بدا كيكتشف الميول الجنسي ديالو ولقى انه جاي. وماشي غير هذا الشيء، الحركات والتصرفات ديالو بداو كيتبدلوا ولا بحال الا كيدير بحال البنات. في داك الوقت في الخمسينات المثليه ما كانتش غير طابو والناس ما كيتقبلوهاش في المجتمع، وانما كانت جريمه يعاقب عليها القانون. بيتر ما عمر صارح والديه على داك الشيء اللي عنده لداخل، ولكن باه وغير من الحركات اللي كان كيدير عرفوه جاي وكرهوا لواحد الدرجه كبيره بزاف، ما بقى كيحمل في ولدو الشعره، بدا كيضربوه كيعاملوه بطريقه خايبه، وحتى الماكله ما بقاش كيبغي ياكل معاه في نفس الطبله. بيتر وبسبب هادشي دخل في حاله اكتئاب حاده، تبدل كليا، ما بقاش داك الدري النشيط اللي باغي يعيش وعنده مستقبل، ولا غير كئيب وما بقى باغي يهضر مع حتى شي واحد. امو كانت العكس تماما ديال باه، كانت كتحن فيه وكتبغيه بزاف كيف ما هو، وعلى قبلو كانوا ديما المشاكل ما بينها وما بين راجلها، كانت كتدافع على ولدها وما كتبغيش يغوت عليه او لا يضربه. من بعد فاش اكتئب كانت كتحاول تخرجه من الاكتئاب، وفي الاخر قدرت ديرها، رجعت ولدها كيف ما كان وحسن كاع. بيتر كان كيحماق على امو، كانت هي كلشي بالنسبه ليه، وكان كيدير اي حاجه كتطلبها منه، الا قالت ليه لوح راسك في العافيه يلوح راسو بلا ما يفكر. فاش وصل ل 40 عام في عمره توفى باه والثروه ديالو كامله رجعت ليه. بيتر ما حزنش كاع على الموت ديال باه، الوجود ديالو كان بحال الا ما كانش، كمل في حياته عادي هو وامو وطور البيزنس ديالهم وحل من بعد 4 ديال القاعات ديال السينما، وحياتهم كانت غدا بخير. كان عندهم مشكل واحد واللي هو الوحده من الناحيه الغراميه. كيف ما قلت لكم بيتر كان جاي وما كرهش يدير علاقه مع شي حد، ولكن كان خايف من النظره ديال المجتمع، وكان خايف يخسر الحب ديال امو، حيت واخا كانت حاسه به جاي بالحق عمر دار شي حاجه قدامها وعمر شافته مع شي راجل. بقى عايش بحال هكاك حتى ل 1994 امو توفات وبقى بوحدو. وحيت كيف ما قلت لكم امو كانت اعز شخص في حياته، فالموت ديالها اثر عليه لدرجه كبيره وتأزم. مباشره من بعد الوفاه ديال امو بداو دوك الحوادث ديال شي واحد لابس كله كحل كيهجم على الناس في الطواليطات اللي حدا البحر، وبداو جرائم القتل في ديك المدينه. تقتل هنري هو الاول، من موراه كيث، وفي الاخر انطوني. هذه هي القصه ديال الحياه ديال انطوني باختصار. فشنو اللي خلاه يدير هاد الجرائم كامله وعلاش؟ هاد السؤال الوحيد اللي عنده ليه جواب هو نيت بيتر. من بعد ما البوليس عرفوا عليه هاد المعلومات كلها في 29 دجنبر 1995 مشاو شدوه، والبوليس الاخرين مشاو قلبوا الدار والطوموبيل ديالو. نبداو بالطوموبيل هي الاولى. فاش قلبوها لقاو فيها واحد الصاك، وفاش حلوه لقاو موس، وماشي غير موس وصافي، موس باقي فيه الدم. في الدار ديالو عاوتاني لقاو بزاف ديال الادله، لقاو الجاكيطه ديال انطوني معلقه في واحد المسمار في القبو ديال الدار ديالو، لقاو بزاف ديال التصاور ديال داك موقع البناء فين كان حاط كيث الضحيه الثانيه الكرفان ديالو وكان عايش فيه، ولقاو واحد الديكور كان في الدار ديال هنري. الا لاحظتوا كل ضحيه ديالو خدا منها شي حاجه. البوليس قالوا ان في الغالب عزيز عليه يدي شي حاجه من الضحيه باش يتفكر الجريمه اللي دار. هادشي اللي قلت لكم خداه غير من الناس اللي قتل، وبالنسبه للناس اللي غير ضربوا ما قتلش حتى هما خدا منهم. في واحد الصندوقه في دارو لقاو البوليس بزاف ديال السوايع والبراسليات والخواتم ديال الرجال، غير شافوهم عرفوهم ديال الناس اللي هجم عليهم في الطواليطات. بيتر في الاستجواب نكر كلشي، قال لهم انا مظلوم ما درت والو، علاش شاديني؟ المحققين جابوا داكشي كامل اللي لقاو عنده في الدار ديالو وحطوه قدامه، قالوا ليه شوف رحنا عندنا كاع الادله اللي كتثبت انك انت هو المجرم، غير اعترف وبلا ما تزيد تضيع لينا وقتنا. وواخا هكاك ما بغاش يعترف. دازوا شي ايام، واحد الصباح مع شي 4 الصباح بحال هكاك
طلب من الحراس ديال السجن يعيط على المحققين حيت بغى يعترف. مباشره عيطوا ليهم وغير جاو جلسوا معاه بدا كيعاود ليهم كلشي. اعترف انه هو اللي كان كيهجم على الناس في الطواليطات، واعترف انه قتل 4 ديال الناس. المحققين استغربوا كيفاش 4 ديال الناس وهما عارفين غير 3 اللي ماتوا، شكون هو هذا الرابع؟ قال لهم بلاتي بعدا غنعاود لكم كيفاش قتلت الضحايا ديالي كاملين، وديك الساعه غادي تعرفوا حتى الرابع كيفاش درت ليه. قال لهم هنري وكيت كنت مراقبهم مده طويله وعرفت بزاف ديال المعلومات عليهم. قال لهم هنري عرفت انه ساكن بوحدو وما عنده حتى شي واحد، ومن المشيه ديالو الطريقه باش كان كيهضر عرفتو كاي. قال لهم فاش بغيت نقتلو في ديك الليله تبعتو من البار للدار ديالو، ووقفت بالطوموبيل ديالي حدا الدار ديالو زعما بحال الا باغي نسول على شي حاجه، وتما هجمت عليه وقتلته بطريقه وحشيه وغير بشويه. كان كيزاوقني باش نرحمو ولكن انا ما بغيتش، وانا كنشوف فيه كيموت كنت كنحس بواحد الاشباع كبير لداخل ديالي. قال لهم بلي داك الاحساس ما يقدرش يوصفه بقوه ما زوين بزاف. بالنسبه لكيث قال لهم حتى هو كنت حاضيه مده وعرفت عليه كلشي، وحتى هو قتلته بنفس الطريقه ديال هنري، وحتى هو زاوقني باش نرحمو وما بغيتش. قال لهم بالنسبه للضحيه الثالثه واللي هو انطوني، قال لهم بلي ما كانش كيعرف عليه حتى شي حاجه. قال لهم بلي شافو كيتمشى حدا الطواليطات اللي حدا البحر وصافي مشى هجم عليه وقتلو. بالنسبه للضحيه الرابعه اللي ما كانوا البوليس عارفين عليه والو، قال انه قتلو من مور هنري، يعني ما بين المقتل ديال هنري والمقتل ديال كيث. يعني كيث ماشي هو الضحيه الثانيه وانما الضحيه الثالثه، حيت هذا السيد هو الثاني. هذا الشخص سميتو ادوارد كاثي وفي عمره 28 عام. قال لهم كان حتى هو جاي. قال لهم بلي تلاقاو بجوج في شي بار وبيتر عرض عليه يمشي معاه لدارو، وفاش كانوا غاديين في الطريق ادوارد داه النعاس، وبيتر فاش شافو ناعس بدا كيفكر. قال دابا بلا ما نديه للدار ونقتلو تما وعاد خاصني نشوف كي ندير نتخلص من الجثه، غنديه نيشان لشي غابه وندير الجريمه. فعلا وقف الطوموبيل في واحد الخلا وهبط فيق ادوارد وهو منيش عليه بواحد الموس. السيد تخلع ما فهم والو، وديك الساعه بدا كيضربو بداك الموس اليدين الرجلين باش يعدمو مزيان، حتى الاخر فاش عطبو وما خلى فيه ما يتشاف قتلو ودفنو تما النيت. طلبوا من المحققين يديهم للبلاصه فين دفنو وداهم، وفعلا فاش حفروا لقاو تما الجثه ديال ادوارد. بيتر فاش كان كيعاود لهم هذا الشيء كان مفتخر بزاف، خصوصا بالمقتل ديال ادوارد، حيت البوليس ما قدروش يعرفوا هذه المعلومات كون ما هو قالها ليهم. ادوارد كان اختفى من قبل والعائله ديالو علموا بالاختفاء ديالو، ولكن ما عمر كان كيسحبت ليهم غادي يكون تقتل، وكون ما بيتر النيت اللي قالها ليهم غتكون القضيه ديالو مازال لحد الان ما محلولاش. سولوا علاش كنتي كدير هذا الشيء، علاش كنتي كتهجم على الناس وكتضربهم وقتلتي 4 ديال الناس؟ قال لهم ما عرفتش، يمكن حيت انا قادر ندير هذا الشيء. الناس قالوا ان في الغالب دار هذه الجرائم بسبب التعامل ديال باه معاه، قالوا حيت باه كان كيكرهو حيت مثلي، ولا حتى هو كيكره المثليين واخا هو مثلي. من بعد هذا الشيء بدات المحاكمه ديالو. فاش كانوا داينوا للمحكمه كان فرحان حيت الناس مجموعين عليه تما والصحافه كيصوروا، كان كيشوف في الكاميرات وكيدير واحد الضحكه شريره وكيهز يديه زعما هو بطل، وكان فرحان حيت تعرف بانه قاتل متسلسل متوحش. دابا المحكمه عندها بزاف ديال الادله وعندها الاعتراف ديال المجرم، يعني كلشي واضح وباين. ولكن عاود ثاني بيتر في المحكمه نكر كلشي، قال لهم انا هادشي كامل اللي كتهضروا عليه ما درتوش، وقال لهم اللي دار هادشي هو واحد الصديق ديالي سميتو جيسون. واخا البوليس كانوا عارفينه غير كيكذب، ضروري ما خاصهم يتاكدوا من القضيه ديال هاد جيسون واش بصح يكون هو اللي دار هادشي ويخلي واحد القاتل متسلسل عايش في وسط الناس بلا ما يتعاقب. من بعد واحد المده هما كيحققوا كيف ما كانوا متوقعين، ما كاينش هادشي اللي قال كله، ما كاين حتى شي واحد من الناس اللي كيعرف سميتو جيسون. في الاخر حكمت عليه المحكمه بالسجن مدى الحياه، ما عمر غادي يخرج من تما حتى يموت. بيتر في الحبس دار صداقه مع واحد الشخص، ولكن ماشي اي شخص، دار صداقه مع وحش كتار منه، واللي كان واحد السيد سميتو هارولد شيبمان. غيكونوا شي وحدين فيكم سمعوا به. هارولد قاتل متسلسل، قتل تقريبا 250 واحد، على داكشي كانوا مسمين عليه ملك الموت. واش تبغيو ندير لكم قصه على هاد هارولد؟ كتبوا لي في التعليقات الا كنتو باغيين تعرفوا القصه ديالو. كانت هذه القصه ديال اليوم، شكرا بزاف حيت كملتوها حتى الاخر. ما تنساوش تدعموني بزر الاعجاب، وكما العاده نتلاقاو في قصه جديده. تهلاو.